ظهرت الحماوة واللطلطة والقط محتاجة جهاز مكافحة بالضبط مثل المكافحة اللي موجودة بوزارة الداخلية. احنا تخيلنا لو هذا الجهاز موجود ولزمه واحد فعلا يقط، شو راح يتعاملون وياه؟ اكرم اسمعني، هذا الولد اللي جبتوه اعتراف عاملتوه بانسانيه عاليه لو لا؟ ما اقبل واحد يمد ايده على متهم عندي. احنا عندنا اساليبنا الخاصه لانتزاع الاعترافات. اي عافية، استريح بابا استريح. شو مسوون بي؟ لا حول ولا قوه. بابا قبل ما نبدي الاعترافات وهاي امام الكاميرات هسه امام الناس ابدا اسالك سؤال. اكو واحد وياك يعني مارس طريقه التعذيب شيء هذه؟ لا سيدي ابدا. يعني كنت انت من وحدك اعترفت؟ سيدي وحدي اعترفت وانا يعني جاي احكي وانا كلش واثق من كلامك؟ ما حد مديده عليك؟ ابدا سيدي. هذا شنو هذا اللي بوجهك؟ سيدي هاي اكو مي قبل ما اطب زحلقت. زحلقت؟ نعم سيدي. شفت على وجهك ايش صار الموضوع؟ نعم سيدي. لا دير بالك يا ابني، صدق كذب هذا الحكي؟ صارت بعد سيدي. يلا انت اسمك شنو؟ سيدي انا امير. بابا ما دا احكي شنو درجتك بالتنظيم. اسمك؟ سيدي العفو بس انا امير. اسمك امير؟ اي سيدي. قول انا اسمي امير. انا اسمي امير. شنو اول عمليه سويتها؟ سيدي اول عمليه انا كنت كلش صغير فهوايه تاذى من بلاعيمي، فقالوا لي لازم يصير. شنو انا دكتور باطني يعني؟ اول عمليه قط سويتها شنو؟ نعم سيدي اوكي. احكي لي اول عمليه قط سويتها شنو؟ سيدي اول عمليه قاط ويا بنيه اسمها فرح سيدي. قطعتها بكارتة ابو الخمسه. كارتة ابو الخمسه تبيع وطنك؟ بكارتة ابو الخمسه؟ كان استحيت تبيع مبادئك وضميرك. اكيد هسه انت متندم، مو متندم؟ سيدي والله متندم. لو يرجع بيك الزمن شو تسوي؟ سيدي والله لو يرجع بي الزمن اقطها بكارتة بالعشره يعني بالخمسه بسرعه يخلص. منو جابك لهذا الطريق؟ نزلك! احنا عندنا اسلوب انساني بالتعامل. نعم سيدي. لا تخليني اضوج من عندك. سيدي انا يعني كلش فرحان باسلوبكم الحلو وياي يعني. ما عندك اليسرى فتنه ولا شنو؟ اليمنى ولا اليسرى؟ سيدي مو هي الوقعه صارت عليها. عليها صارت الوقعه. نعم سيدي. منو جابك لهذا الطريق؟ منو علمك؟ سيدي شوف انا كلش ارتاحت لك وراح اسولف لك. سولف. سيدي اني وانا صغير كلش يعني كلش مؤمن انه اني من اكبر راح اصير واحد مقطاطه اصلي. نعم. نعم منك. شكرا سيدي. نعم. كمل. اي سيدي. كمل. يعني بس اذا تسالني منو بمن متاثر فانا اقدر اسولف لك. بمن متاثر؟ سيدي انا متاثر بشخص اللي هو كان حلمي انتمي اليه احمد عضله. سيدي هذا شخص كلش مسكين خطيه يعني كان كل هذا شغله اللي يسويه ويقط بالبنات ويقط بالعالم بس على مود بروتين يشتري جسمه، هاي اهم شيء عنده. شنو اللي خلاك تمشي وراه؟ سيدي مكافح. شلون؟ سيدي يعني كل هذا اللي يسويه بس على مود يبني عضله، سيدي يعني ما مسوي شيء خطا. انت معجب به؟ شنو كان يسوي هو؟ سيدي انا كلش متاثر به سيدي، وللعلم سيدي هو يعني قديم من ايام الارض كان يقط. يعني كلش قديم. ها سيدي وسابق عصره يعني ما في يوم شفناه واقف بالركن. ماكو زله عليه سيدي، يعني شلون شخص مثل هيك واحد ما تتاثر به؟ كنت يعني شلون سيدي افهمك؟ حلمي التقي به، حلمي اسولف وياه. نعم وسيدي كان بتليفون واحد اقطها هي وبنت خالته، هيك عنده حرفه. شلون لدرجه وصلت مقطاطه؟ احكي لي. فبالبدايه قال لي انت لازم تصير زاحف. بعدين لاحوق ووراها يعني اذا الله وفقك تصير مقطاطه. سيدي وصلت لاحوق انت مو؟ سيدي ما صرت لاحوق يعني بعد شنو؟ الحمد لله وشكر سيدي قبل صرت مقطاطه. نعم سيدي. من اول عمليه صرت مقطاطه؟ من اول عمليه سيدي. كم عمليه؟ سيدي 13 وبال 14 تم القاء القبض علي. شنو تفاصيل العمليه الاخيره؟ احكي لي. سيدي العمليه الاخيره اتصلت بصديق مستجد اسمه عادل فراره. هذا همين انتم جبتوه للدرب؟ لا همين علمتوه يصير لاحوق؟ لا والله سيدي هو هذا يعني هي اجيال تعرف اجيال فهو تاثر بجيلنا، شو مره طردته يرجع يقول انا يا اخي ومنيت اصير لاحوق. يعني هو متمني يصير لاحوق؟ سيدي كان حلمه، يعني شلون ما انا كنت متاثر باحمد. فحسيت انه اكو موهبه عنده فاني تبنيته سيدي. زين.
أي. حسن هذا عادل فراره اسمه؟ اي عادل سيدي عادل. شنو هذا عادل فراره؟ شنو كان مهمته؟ سيد. دوره شنو؟ احكي لي بالعمليه. سيدي هي العمليه كانت يعني انا لازم يروح ينتقل بنيه، قول لي اسمها شنو؟ سيدي العمليه كانت كل سهله بس يعني ما اعرف شلون. فلتت من ايدكم. والله سيدي. العداله موجوده، وعين العداله ساهره على هاي الامور. صح سيدي. احكي لي البنيه شو اسمها؟ سيدي البنيه شو اسمها اللي تخطوها؟ سيدي تحفظ على اسمها. اكرم؟ سيدي ليلى سما، محل 416، اكو اسواق بالركن، ثالث بيت على يدك اليسرى. عافيه. نعم. عافيه. اي كان المفروض شو تسوي ليلى؟ اي سيدي. اني ليلى قلت لها تخابر ليلى، تقول لها امير ابوه بالمستشفى ويعني راح يموت خلص، لازم تجيب فلوس حتى اسوي العمليه، والحمد لله على اساس انه ابوي يقوم بالسلامه. وشنو اللي صار؟ شلون انكشفت العمليه؟ سيدي انكشفت العمليه انه ابويا ما ادري طلع من البيت بهذا اليوم، وشافته وتم القاء القبض علي. بعد احنا شنو دورنا اكرم بالموضوع؟ سيدي انتم ما لكم اي علاقه، بالصدفه صارت نعم سيدي. بس تبقى عين العداله ساهره. صح سيدي. على مود تلزمكم. هسه انت شنو؟ ها؟ هسه انت يعني شنو موقفك؟ شنو عبالك راح تفلت بجريمتك؟ هسه زين انك انت قدام الناس حالتك هذه؟ لا والله سيدي. متندم؟ احكي قول للشباب متندم انت؟ سيدي اي والله سيدي متندم. كان ايش سويت هسه يرجع بيك الزمن شو تسوي؟ سيدي والله يعني لو يرجع بي الزمن ما اخلي القضيه يم ابوي، اخليها يم امي، لان مستحيل امي تطلع من البيت. بس فاتتني سيدي.